في ناس بتفضل تشتغل 5 6 7 سنين، وبعد السنين دي يجوا يبصوا لورا يلاقوا نفسهم ان هم في نفس المكان اللي بدأوا منه بالظبط. مش لانهم كسلة او مش لان هم بيشتغلوش كفاية، المشكلة ان الناس دي كل شوية كانت بتشتغل على حاجة تانية خالص. سنة مثلا تشتغل في الاي كوميرس، تسيب الاي كوميرس وتروح تشتغل في المونتاج، تسيب المونتاج تدخل مجال البرمجة، بعدين يكون عايز يفتح قناة يوتيوب مثلا. الناس دي كل حاجة بيبدأوا فيها بحماس جدا بس مش بيكملوا حتى لنصها. النهاردة هقول لك ليه ده بيحصل، وليه دي أكتر حاجة ممكن تعملها لنفسك، ولو عندك المشكلة دي إزاي تخرج منها. أنا عندي واحد صاحبي عنده طاقة رهيبة جدا جدا جدا، عنده بوتنشال كبير إنه يغير من نفسه. أول ما بيصحى الصبح بيخش على اليوتيوب بيلاقي فيديو عن إزاي تعمل فلوس كتير من المونتاج، فيقول هو ده اللي هعمله خلاص. هيشتري كورس يبدأ يذاكره، بعد أسبوعين يشوف فيديو تاني عن الميديا باينج مثلا، فيحس إن الطريق بتاعه أسرع وأضمن، فيسيب المونتاج خالص وبعدين يروح يقعد يذاكر ويشتري كورسات في الميديا باينج، ويسيب المونتاج في نص الطريق. بعد كام شهر من شغله في الميديا باينج يشوف يوتيوبر وهو بيتكلم عن أرباحه في اليوتيوب وقد إيه فلوسه كويسة وقد إيه إن هو بيزنس موديل جامد، فسيب الميديا باينج خالص حتى وهو ما وصلش النص ويخش في السوشيال ميديا. مرت سنتين على الحوار ده وصاحبي ده في نفس النقطة اللي هو بدأ منها. عامة مش لأنه غبي أو مش لأنه كسول، هو بالعكس هو مجتهد جدا جدا جدا، بس الفكرة إن هو ما بيقعدش على الحاجة كفاية عشان يعرف يشوف نتيجتها. عندي صاحب تاني بقى خالص، هو مش أذكى من صاحبي الأولاني ولا نقدر نقول إن هو حتى مجتهد أكتر منه، بس هو عمل حاجة تانية خالص مختلفة. صاحبي ده قرر يشتغل على المونتاج، قعد سنة كاملة عامل لوك إن وقافل على نفسه عشان يشتغل على المونتاج، بس ما كانش بيسأل نفسه كل شهر هو ده صح ولا لأ، هو ده هيجيب لي فلوس ولا لأ، هعرف ألاقي شغل ولا لأ. هو كان برضه شغال، قرر يثبت على حاجة بعينها ويسيب النتائج هي اللي تظهر بعدها. جس وات، صاحبي ده دلوقتي بقى بيشتغل مع عملاء بيدفعوا له بالدولار. الفرق بينهم زي ما قلنا إن مش الموهبة ولا الاجتهاد الأكتر، الفرق بينهم حاجة تانية خالص، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. أحكي لك حكاية سمعتها زمان ولسه في دماغي لحد دلوقتي. كان في صياد قاعد على الشط، الصياد ده رمى السنارة وقعد استنى شوية كده، حس إن في حاجة بقت بتشد معاه السنارة وإن في حاجة تقلت السنارة، فحس إن في حاجة خفيفة مش حاجة تقيلة، حس إن السمكة اللي بتشد السنارة دي مش سمكة كبيرة، فسحب السنارة بسرعة قبل ما السمكة تشبك في السنارة. قال أنا هروح أشوف مكان تاني ألاقي فيه سمك أكبر من كده. وبعد ما راح المكان التاني استنى شوية، حس برضه إن في حاجة بتشد السنارة، الحاجة دي كانت أتقل من المرة اللي فاتت بس هو برضه فضل حاسس إن في أحسن، فسحب السنارة بسرعة قبل ما السمكة تشبك. بعد شوية جه واحد برضه من الصيادين اللي كانوا موجودين معاه على الشط، قال له في مكان أحسن هناك شوية. راح برضه وكرر نفس الكلام، فضل يعمل كده بقى على طول، يرمي السنارة يحس في حاجة بتشد، ما يحسهاش كبيرة قوي، يحس إن هيبقى في أحسن من كده، يغير مكانه. واللوب دي فضلت معاه لحد ما في آخر اليوم مرجعش بولا سمكة. دي بالظبط حكاية أي حد بيغير مساره كل شوية. هو مش بيغير المسار لأن الفرص مش موجودة، الفرص موجودة في كل حتة زي السمك اللي كان في البحر كده، بس هو بيسحب نفسه من المسار زي ما بيسحب السنارة قبل ما السمكة تشبك. السؤال المهم دلوقتي واللي فعلا المفروض نسأله، احنا ليه بنعمل كده مع نفسنا؟ ليه بنسيب الحاجة قبل ما نشوف نتيجتها؟ في 3 أسباب نفسية للموضوع ده. السبب الأول إن مخك بيحب الحاجات الجديدة أكتر من الحاجات اللي ابتدت تصعب. لما بتبدأ أي حاجة جديدة عامة مخك بيفرز دوبامين بشكل كبير قوي. الدنيا لسه سهلة، الدنيا بسيطة، كلها كلام نظري، بس لسه مفيش تعب لسه، ولا في حتى مشاكل لسه ظهرت. أما الحاجة اللي أنت شغال عليها بقالك فترة فالحاجة دي بتبدأ تصعب مع الوقت، تبدأ تقابلك المشاكل، بيبدأ يبقى فيها فعلا تعب حقيقي. فهنا تجس وات مخك بيعمل ايه معاك، بيهربك لحاجة جديدة، حاجة تحس فيها ان انت في بدايتها مش تعبان ولا في مشاكل ولا في اي حاجة، وحاجة انت متحمس لها، فيبدأ يفرز دوبامين فتحب الحاجة دي وتنهي الحاجة التانية اللي انت حتى لسه ما كملتش نصها. والفكرة ان انت مش بتروح للحاجة الجديدة دي لانها احسن او بناء على فعلا تفكير منطقي، انت بتروح ليها عشان هي اسهل نفسيا. ان خوفك من انك تثبت على حاجة وتفشل فيها اكبر بكتير من خوفك من انك تفضل تايه. لو ثبت على حاجة وفضلت فيها وقت طويل وفشلت فيها هتضطر تواجه نفسك انك فشلت، لكن انت لو لسه مشتت نفسك بين الحاجات والمسارات وتخش في ده وتطلع من ده، مش هتثبت لنفسك انك تايه، انت هتثبت لنفسك ان انا لسه بدور على الصح. السبب الثالث وده اكبر 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 سبب فيهم، مقارنتك بغيرك. لما تشوف حد فعلا بيعمل فلوس في مجال تاني وانت لسه ما عملتش لحد دلوقتي فبتحس ان المسار اللي انت ماشي فيه ده غلط او مسار بطيء، فعقلك يخليك تسيب المسار ده بدري قبل ما تديله فرصته الكاملة، قبل ما تشوف هو فعلا بيشتغل ولا لا.
والمشكلة الأكبر إنك بتقارن 3 شهور شغل بس ليك، واحد اشتغل سنة و2 و3 وواجهته مشاكل كتير وحلها بنفسه، أو ناس تانية حتى حلت له مشاكله. وكل الأسباب دي بترجع في الآخر لإن أنت مش بتقيس هل المجال ده صح أو المسار ده صح، أنت بتقيس هو ده مريح ليا دلوقتي ولا هفضل برضه تعبان، هفضل معيش فلوس، هفضل في الهم اللي أنا فيه ده. وده فرق كبير جدا بين السؤالين. في مثال بسيط بيوضح النقطة دي أكتر. لو أنت جيت في يوم كده قمت نازل زارع شجرة، وجيت بعد شهر قمت واخد الشجرة دي كلها ناقلها مكان تاني عشان المفروض إن الأرض أحسن فيها يعني، وبعد شهر لقيت مكان أحسن، التربة بتاعته أحسن، قمت واخد الشجرة موديها هناك وعملت نفس الحركة دي كذا شهر. تفتكر الشجرة هتكبر؟ أكيد عمرها ما هتكبر. والمشكلة هنا أكيد مش في الشجرة ولا أكيد في التربة اللي أنت حطيتها فيها. المشكلة إن أنت كل مرة بتثبت الشجرة في مكان معين وتشيلها تاني، الجذور بتاعت الشجرة بتتقطع، فلما تروح المكان التاني بتبدأ من الصفر في إنها تطلع جذور جديدة. النجاح في مجالك شغال بنفس الطريقة بالظبط. أول 3-4 شهور في مجالك أنت بتبني بس الجذور، بتبني الأساس، مش بتبني النتائج. لسه في عقبات كتير قوي هتواجهك، لسه في أخطاء كتير هتعملها وهتتعلم منها، لسه هتسأل ناس أكبر منك في المجال يفيدوك في الموضوع ده. وبعد ما تعمل كل الخطوات دي النجاح الحقيقي هو بيجي هنا بقى، بيجي في المرحلة دي. بعد ما تعدي كل ده، بعد ما تبني أساس صح، بعد ما تعمل الجذور وتكون قوية كفاية إنها تشيل شجرة كاملة. فإن أنت تشيل نفسك من مجال أو تشيل الشجرة أصلا من مكانها بتقطع كل الجذور، وده اللي كان حاصل مع صاحبي الأولاني اللي في بداية القصة. كل مرة كان بيحس بالصعوبة كان بيبدأ من الصفر في مجال جديد وبيقطع الجذور بتاعته. هقول لك بقى الحاجة اللي أنت المفروض تصارح نفسك بيها دلوقتي. المشكلة مش إنك بتختار دايما حاجات غلط عشان كده بتغير المجالات، المشكلة إنك مش بتختار قرار حقيقي فعلا من البداية. لما تبدأ في حاجة وأنت بتقول في دماغك اللي هو أنا هجرب وأشوف وكده، وما تجيبهاش للآخر وما تاخدهاش على محمل الجد، انت كده مش داخل المجال، انت كده واقف على باب. يعني لو جت شويه هوا كده هز الباب والباب اتقفل في وشك مش هتجرب تفتحه تاني. القرار الحقيقي اللي المفروض تاخده لو هتخش اي مجال جديد انك ما تقولش لنفسك انك هتجرب المجال، قول ان انا هاخد 6 شهور كامله هشتغل على المجال ده، مهما لقيت غيري بيعمل فلوس اكتر مني، لو لقيت عقبات كتير، لو لقيت الموضوع صعب جدا وبطيء، لو لقيت حاجات تانية وبزنس موديلز احسن منه بكتير، برضه مش هوقف. هديله ال6 شهور كاملة وهديله وقته الكامل. وبعد ال6 شهور، ودي مدة كافية جدا، هتعرف بقى هو فعلا المجال ده مناسب معاك ولا. ان انت تعرف ان انت عايز ايه بيجي من الاستمرارية والالتزام على الحاجة، مش بيجي قبل الحاجة وان انت تفكر في الحاجة قبل ما تعملها، بيجي بعد ما خلاص تكون جربتها وخدت فيها خبرة كفاية. عشان الفيديو ده ما يبقاش مجرد فيديو انت اتفرجت عليه وضيعت وقتك وخلاص، اقول لك 3 خطوات اكشن ستيبس تعملهم بعد ما تقفل الفيديو ده دلوقتي. اول خطوه تحدد فتره واضحه هتشتغل عليها قبل ما تبدا المجال. ناخد مثال على المونتاج، ما تقولش ان انا هجرب اشتغل على المونتاج، قول ان انا هقعد 4 شهور اتعلم مونتاج، وايا كان اللي انا هشوفه يغريني غير البيزنس موديل ده هفضل شغال عليه. الخطوه دي هتخليك بدل ما انت تشتغل عليه شهر او تشتغل عليه اي فتره وخلاص، ان انت حددت مثلا 4 أو 6 شهور، الموضوع ده هيخليك تلتزم للاخر، مش هيخليك كده عايم وخلاص. الخطوه الثانيه، هات ورقه وقلم دلوقتي بعد ما تخلص الفيديو ده واكتب اسباب رجوعك للحاجه دي في الوقت اللي انت عايز تسيبها. كل ما تحس انك عايز تسيب المجال بسبب صعوبته المؤقته هترجع للورقه اللي كتبت فيها الاسباب وهتلاقي ان الاسباب فعلا لسه موجوده عندك، وانت دلوقتي عايز تسيبه عشان مزاجك بس متعكر بسبب الصعوبه اللي في المجال مش اكتر. الخطوه الثالثه، بعد ما خلاص بدات في الفتره اللي انت هتقيم فيها المجال، قيم بالنتائج ما تقيمش بالمشاعر. كل شهر يعدي من الفتره دي اسال نفسك هو في فعلا تقدم حقيقي، في فعلا حاجه انا بوصل لها حتى لو صغيره، مش مجرد انا ثابت وخلاص. لو الاجابه المنطقيه ايوه يبقى كمل الفتره كلها للاخر، ساعتها هتمنع نفسك من اي هروب عاطفي بسبب مشاعرك ان انت حسيت ان الحاجه بقت صعبه. اول شخصيتين حكيت لك عنهم في الفيديو هم مش شخصيتين حقيقيين، هم بيمثلونا كلنا في لحظات مختلفه في حياتنا. في لحظه بتبقى انت فيها صاحبي الاولاني بتفضل تنط من حاجه لحاجه لحاجه، وفي لحظه بتكون فيها صاحبي التاني لو قررت تدخل حاجه هتفضل ثابت عليها للاخر. خلص الفيديو ده اعمل ال3 اكشن ستيبس اللي انا قلت لك عليهم، واختار مجال ومتسألش نفسك المجال ده هابقى فعلا كويس فيه ولا لا، قول هو انا فعلا هقدر اثبت على المجال ده. لو الاجابه ايوه والمفروض تكون ايوه يبقى ابدا فيه دلوقتي وحدد الفتره بتاعته وكملها للاخر. وبعد ما تاخد الخطوه دي انا هرجع لك بعد فتره واقول لك على خطوات اعمق من كده بكتير تعملها بعد ما تكون خلاص خدت الخطوه وبدات تشوف نتائج. وبس ده اللي كنت عايز اقوله لك النهارده، حاسس ان احنا طولنا قوي. كان معاك عاطف، اشوفك الفيديو الجاي ان انا متاكد انك هتكون اتطورت عن كده لما اشوفك تاني. وبس.